مشاهدي الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناه شيوات ملكه. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الوجبه ديال الغداء او العشاء. نحضروها بالشيفلور وبدون اللحوم، تتجي رائعه. باش نحضروا هذه الوجبه غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله. انا عندي واحد الشيفلور اللي قطعتها هكا على شكلوريضات، وتنغسلوها مزيان وتنوضعها في واحد البول مع شويه ديال الماء والخل، ديك 5 دقائق. ومن بعد تنوضعها في الطنجره اللي غادي نطيبها فيها. هنا وضعت الشيفلور او القرنبيط وغنضيف ليه الماء. ممكن تضيفوا الماء يكون سخون، ممكن تضيفوا الماء يكون بارد. هنا ضفت الماء سخون، ضفت ليه واحد 2 وريقات ديال الرند، واحد الفص ديال الثومه وشويه ديال الملح. غنردوه فوق النار يتسلق، ما تنخليوش يتعطل. من بعد ما ردينا الشيفلور، هنا تناخذ واحد المقلاة تنوضع فيها شويه ديال زيت الزيتون وزيت نباتيه. غادي نضيف لها واحد البصله تكون متوسطه. تنخليوها شويه في هذيك الزيت، وهاد الوجبه راه تجي لذيذه. من بعد ما تقلات لينا البصله غنضيف الفلفله خضراء وفلفله حمراء مقطعين طريفات، وواحد طماطم تكون كبيره حتى هي تنقشروها وتنحيدو لها الزريعه اللي فيها وتنقطعوها طريفات صغار. هنا تنضيف واحد شويه ديال الابزار وشويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم، وغنضيف الملح. هنا ما تكثروش التوابل باش تبقى الخضره على بالطعم ديالها. تنحركوها مزيان حتى تنسجم دوك العناصر اللي فيها وتقلى واحد شويه. هنا ضفت واحد 2 جزرات اللي تنقشرو وتنسلقوهم وتنقطعوهم طريفات. تنسلقوهم غير شويه وتنقطعوهم طريفات صغار. من بعد تنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم مركزه، مطشه ديال الحك، وغنحرك العناصر مزيان والنار تكون متوسطه باش الخضره ما تلقلكمش الماء وباش ما طيبش بزاف. ما تنخليوهاش تطيب تهرى. من بعد ما طابت لينا الحشوه تنخليوها تبرد. هنا تناخذ داك الشيفلور اللي تسلق، هانتوما راه ما تنسلقوش بزاف، هذا نخليوه باقي شاد راسو. تنوضعوه فوق النار تقريبا ديك 5 دقائق حتى ل 10 دقائق صافي وتنزولوه. هنا الشيفلور تنديرو في واحد البول وتنضيف ليه 2 ديال البيضات. وتنحاولوا نطحنوه بالميكسور. من بعد ما طحنته تنضيف ليه واحد شويه ديال الابزار، تنسموه بالابزار وشويه ديال الملح. الملح تديروه شويه لان الماء اللي سلقناه فيها راه درنا الملح. هنا غنضيف الدقيق الابيض، من الاحسن ديروا النوع الجيد. انا ضفت 2 الملاعق وغنخلط. الا بقي خاصني دقيق راه غادي نزيدو. وهاد الوجبه راه اقتصاديه وتتجي لذيذه. هنا غنضيف تقريبا درت 3 الملاعق كبار ديال الدقيق. هنا ضفت 2 الملاعق صغار في الجميع، 3 الملاعق ديال الدقيق. تضيفوا حتى تحسوا بالخليط ثقل شويه. تناخذ واحد المود ديال الفران، تندهنو بشويه ديال زيت الزيتون. تنوضع فيه زيت الزيتون تندهنو كله هو من الجوانب ومن الوسط. وغادي نفرغ عليه داك الخليط ديال الشيفلور.
كنحاولوا نسرحوه في المول، من بعد تنوضع فيه ديك الخضره اللي طيبت. تنحاولوا نسرحوها على داك الشيفلور. وهاد الأطباق راه ممكن نعوضوا بهم الأطباق اللي تنديرو ديال اللحم، تيجيو حتى هما لذاذ، اقتصاديين وتيجيو لذاذ. غادي نحاول نسرح هذيك الخضره فوق الشيفلور. هنا غادي نوضع الفرماج ديال الساندويتشات. الا عندكم ديال الساندويتشات تضيفوه، عندكم الفرماج الاحمر تديروه من الفوق، اللي عندكم تديروه. وفي هاد الاثناء تنشعلوا الفران حتى تيسخن وتندخلوا المول ديالنا. تنديروا العافيه من التحت ومن الفوق، وتنديروا العافيه على 180 درجه. الطبق ديالنا من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل، تيجي الشكل ديالو رائع، والمذاق تاعو تيجي لذيذ. واخا ما درناش فيه اللحم تيجي المذاق ديالو لذيذ. غادي نهز لكم واحد شويه باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش تيجي. كنتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والى وصفه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.